المهم كابتن ممدوح عضو مدير فني فري 17 سنه من طنطا، برحب حضرتك على موقع طنطا الوطنيه. برحب حضرتك على موقع طنطا. اهلا بيك واهلا بموقع طنطا. مساء حضرتك طيب. والصحة والسلامة. طبعا السنه دي 17 سنه، امبارح السنه اللي فاتت كانت مع كابتن عصام. في اختلاف، حضرتك واجهت مشاكل في بدايه السيزون مع اللعيبه لما كابتن عصام مشي، واللعيبه طبعا مع كابتن عصام. حضرتك خرجت من الازمه دي ازاي؟ هي كانت ازمه. هو بداية طبعا انا في البداية كابتن عصام طبعا عمل اللي عليه مع الفرقة، وكل مدرب بيجي المفروض يكمل على الشغل بتاع اي مدرب يعني. ما يقولش انا عملت وانا اللي سويت، لان دي حاجة شائعة بعد مدربين كتير جدا يقول لك انا عملت وسويت. اللعيبه دي ما كانت كام مدرسه كوره وصغيرين حافظوا الملعب ازاي. كل مدرب لحد الفيرست تيم بيجي مدرب تاني بيكمل على شغل المدرب البدايه. طبعا في البدايه طبعا بدايه الموسم لما تم ترشيح الفريق 17 ومن قبلها حضرتك كنت مترشح فريق اول، يعني كان في كلام ان انا فيرست تيم وكده، بس طبعا ده بيرجع لجنه الكوره والناس اللي بتعمل لجنه الكوره يعني، فهم ليهم وجهه نظر وانا بحترمها يعني. كنت قبل كده ماسك فرقه 16 سنه 15 اللي بقت 16 سنه دي، كنت عامل بيها موسم كويس واشاد بيها كل من شافها وقالوا من احسن الفرق في القطاع، ودي حاجه الحمد لله يعني تبسطني كمدرب لما اكون بتعب وبتعب. حضرتك اللي عملت التيم الحمد لله الحمد لله. انا جبت لعيبه كويسه جدا في 16 سنه دي، وقبلها كنت جايب لعيبه كتير جدا. هم السنه دي ان شاء الله دوري الحمد لله هم دوري ممتاز السنه دي. انا سبتهم لكن من الاولاد لعيبه كوره والحمد لله الفرق فيها البديل يعني. ما نتكلم بعد كده 17 سنه طبعا كابتن عصام كان ماسك وانا مسكت بعديه. في طبعا اي لعيب سنه صغير بيبقى مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالمدرب بتاعه، هو ابوه وهو اخوه وهو صديقه. فانا في الاول طبعا كنت حاسس في لعيبه يمكن كانت معايا عيطت بالدموع عشان كنت مدربها مشي. انا عمري ما احزن وازعل، لان اللعيب لو ما كانش عنده خير في مدربه اللي هو كان بالنسبه له كل حاجه مش هيبقى ليه خير فيا. ده نفس اللي حصل السنه دي. ده حصل من لعيبته، وانا كنت قعدت معاهم قبل كده قدام قلت لهم دي كوره، يعني اللعيب ممكن يجي له نادي الاهلي ويسيب طنطا. هل اللعيب لما يسيب طنطا ويمشي ومدربه قال لا هيزعل من المدرب بتاعه اللي هو كان يعتبر الاب روحي ليه؟ دي انا قلتها لهم. الحاجه الثانيه قلت لهم ان المدرب اللعيب باقي في النادي، احنا مدربين ممكن ننتقل من هنا لهنا نسافر نمسك فرقه ثانيه، لكن لعيب قطاع ناشئين باقي في النادي وهو ابن النادي. فاي مدرب يجي لازم يشتغل معاه ويتاقلم معاه، لان في الاول وفي الاخر انت جاي ليه؟ ده كلام للعيب، ده عشان تلعب كوره، عشان ايه؟ طموحك ايه؟ يا فيرست تيم يا منتخب مصر يا نادي كبير قوي وياخدني، فده هدف كل لعيب. فدي اول حاجه كنت بتكلم معاهم فيها. الحاجه الثانيه طبعا ان انا كنت انا عملت فتره اعداد نفسي، ان انا فتره اعداد كوره يعني، لان طبعا خدت اللعيبه طبعا الاول بالراحه واتكلمت معاهم، قربت وجهات النظر بيني وبينهم وقلت لهم لازم تنتظموا وتلتزموا. في الاول كانوا بيجوا على فترات، في لعيبه بتيجي لعيبه والناس كانت منقطعه، بس الحمد لله الحمد لله التيم لحد ما ابتدى ينتظم باستثناء لعيب او اثنين دي لهم ظروف خاصه كده. انا لسه ناوي ان شاء الله يتم التحقيق فيها. هو اللاعب اسمه ناجي، ده ما جاش من اول موسم، يمكن 5 6 مع بعض. وفي لعيب ما جاش من اول موسم خالص، ده انا قلمت وسالت عنه ان هو ما جاش السنه اللي فاتت برضه كان قاطع. وفي لعيب تاني اسمه معروف اعتقد بيشتغل يعني، لان في معظم اللعيبه في ظروف طبعا في لعيبه بتشتغل، فاحنا بنحاول نقدر يعني اللعيبه، وان شاء الله اللعيبه دايما محتاجه بنكتب لها مذكره ونقدمها لجنه الكوره ورئيس القطاع عشان نساعدهم يعني. الموسم طبعا السنه دي يبقى صعب جدا، صعب. انت بتقابل النهارده 13 نادي او 12 نادي بتقابلهم، كل فريق اكيد بيحاول يجدد وبيحاول يجيب لعيبه كويسه من الانديه وبيحاول يبقى كويس، كل مدرب بيجتهد عشان يبقى كويس زي غيري، لكن البقاء للاحسن اللي عنده البديل. المشكله عندي في الفرقه اللي بحب برضه ان انا اقولها، الفرقه فيها 2 فراوده محتاجين فرقه يعني. انا بقالي شهرين بسعى في كل حته، علينا الاقي فيرود جوكر يعني فيرود يلعب يكون فيرود هداف يعني. بسعى وبتعب في الموضوع ده بقالي كتير جدا، وكلمت اكتر من وكيل لاعبين عشان الموضوع دوت، وبحاول وربنا يسهل. انا بتعب ما كانش الموجود اهو برضه شغال، لكن الفراوده بصراحه عايزين شغل جامد جدا جدا جدا. الحته الثانيه وهي مشكله برضه كبيره كانت في الفرقه، قلب الدفاع يعني للاسف في لعيب او 2 والباقي عايز شغل جامد جدا، وطبعا مفيش بديل. فدي مصيبه يعني. انا النهارده لما اخش على دوري من 14 فريق 13 فريق والاقي عندي مفيش بديل،
ومع العلم يا أساسي. كابتن بعد اذنك ان الفرقه السنه اللي فاتت كانت مرشحه ان هي تلعب تسعة دي جمهوريه. انا عايز اوصلها لك بقى. الناس بتتكلم بتقول فرقه 17 كانت فرقه حلوه. نتكلم بموضوع الله. انا مدرب في النادي النهارده، فرقه 17 سنه كان بيلعب فيها 6 لعيبه او 5 لعيبه من فرقه 15 سنه تمام. اللي انا كنت ماسكها السنه اللي فاتت، اللي هو محمد صبري كان بيلعب واسلام صبري ده انا جايبه من القاهره، 15. حسني جايبه من كفر الشيخ كان في الاهلي وكان طالع الجيش عايزه رحت خلصته، احمد رضا كان رايح طالع الجيش وجبته، ابراهيم توفيق انا اللي جايبه، مكي انا اللي جايبه، سعيد كنت جايب لعيبه في تحت 15 سنه. دول نفس ونضال وفوزي كانوا معايا في مدرسه الكوره وطلعوا معايا. دول اللعيبه اللي كانت بتلعب يعني بيبقى 5 لعيبه كابتن بيلعبوا في تيم اكبر منهم 5 يعني نص تيم. اذا فين قوام فرقه 17؟ مع علم السنه دي بنشوفه مع حضرتك يبقى مع كابتن هاني في خلاص انا اتخليت عنهم او النادي مسكني فرقه ثانيه وهم مع كابتن هاني دلوقتي. فانا بقول ايه القوام بتاع 17 سنه فين؟ المفروض ان انا باخد من تحت لاعب او 2 وعندي فرقه، يبقى انا بسند اماكن عندي مثلا محتاج فيها بديل، محتاج واحد اتصاب، لكن باخد 5 من تحت يلعبوا عندي في 17 سنه واقول ان فرقه 17 فيها فرقه، يبقى انا كده ظلمت الناس اللي كانت شغاله، ظلمت نفسي. انا ما اقولش على ابن غيري او كلنا اولاد النادي وكل المدرب بيكمل مع كل لعيب بيكمل مع الفرقه اللي فوق، ودي ظاهره عاديه. لكن يبقى 5 بيلعبوا من 15 او 16 بيلعبوا السنه الموسم اللي فات 15 سنه يلعبوا مع 16، فدي ظاهره كبيره. طب فين قوام فرقه 17 لما انا احط 5؟ دي مشكله حضرتك هتواجهها ازاي والدوري خلاص؟ دي مشكله بواجهها دلوقتي. طيب حضرتك هتواجهها ازاي؟ نمره 1 انا النهارده الثقه كانت في اللعيب كانت بعيده جدا جدا، ثقه اللعيب في نفسه انه يبقى موجود ويبقى اساسي. فانا كنت بحاول بقدر الامكان اخرجه من الموضوع ده، يبقى عنده ثقه في نفسه ويشتغل واعتمد عليه وادي له ماتشات وديه بنفسه ويلعب عشان خاطر الاقي. ما انا النهارده لو انا جبت النهارده 5 يلعبوا من تحت، طب بقيه اللعيبه ممكن تزعل، الكابتن بيجيب لعيبه تلعب علينا وفي لعيب بقى يقول لك ما مش جاي في لعيب. فانا بحاول اوصل للاعيب امكانياتك واوصل له ان انت في الماتشات الوديه كذا وكذا وكذا باستثناء الفرق الثانيه. ممكن بقى بعد كده اخد 1 2 في اماكن معينه، لكن المشكله عندي مفيش البديل. لكن اكتر حاجه عندي في الفرقه دي الهباط، هي الهباط. فرود مفيش 2 ومحتاجين لو طلع فردين كمان، والاثنين مش هقول سوبر، يمكن الواد ممكن يزعلوا مني مش سوبر. لما النهارده الهداف الفرقه في فرقه 17 سنه السنه اللي فاتت من 15 سنه، يبقى فين الفرود بتاع 17 سنه؟ كان فين؟ دي مشكله انا بحاول اتغلب عليها، وبحاول مع الاولاد اللي هم الموجودين اتك عليهم عشان خاطر يقفوا على رجليهم، لان هي عمليه عدم ثقه في النفس. اللعيب موجود وكل حاجه، بس تفرق في لعيب هداف بالفطره ما شاء الله عليه جوه بيهدف، في لعيب بيروح 100 مره بيجيب مره، فدي بتختلف من لعيب للعيب. دي كده احنا بنحاول نتعب في الاخر طبعا كل شغلنا للولاد عشان خاطر النادي، يعني مش حد غريب يعني. رب التوفيق. اتمنى ربنا يكرمهم ويكرم بقيه الفرق وتبقى سنه كويسه يا رب. منتظرين من حضرتك المزيد بقى باذن الله والتوفيق. انا اتمنى طبعا كل واحد بيتمنى ويسعى ويتعب. الحمد لله كل فرقه الحمد لله كنت ماسكها الحمد لله كانت الناس بتشيد بيها، واتمنى من ربنا المشوار يكمل بالفرقه ديت ونعمل فيها فرقه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله كويس وطيب ان شاء الله. شكرا لحضرتك وربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك وصوم طيبين.